السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معانا في قناة أسهل وأطيب. طبعا أول الفيديو غني عن التعريف ومش محتاج أي مقدمات. من صوت القرمشة اللي احنا سمعناه هنعمل النهاردة بطاطس فرم المقرمشة جدا من بره وطرية من جوه، وهنعملها بمنتهى السهولة مع بعض. وهتقعد معاكي لسنة والرمضان كمان في الفريزر إن شاء الله. دي يا جماعة البطاطس اللي أنا كنت مخزناها معاكم من فترة وعملت عليها فيديو التخزين. هي دي خدت منها كام واحدة كده وهقشرها. دي بطاطس يا جماعة اللي هي الرملية اللي في الرمل، هتلاقوها من بره كده كلها رمل. قشرتها وغسلتها. وبالنسبة بقى للتقطيع يا جماعة، هنقطع البوز من الناحية دي، وطبعا مش هنرميه، طبعا هنحطه في طبق وبعدين نسلقه ويبقى وجبة. هنقطع الجزء التاني بالشكل ده، وهنروح بقى قلبينها علشان ايه نقطعها بقى شرايح مش كبيرة قوي ولا رفيعة قوي بالشكل ده. اهو يا جماعة بالطريقة دي. وهنحطها فوق بعضها كده. وهنقطعها بقى بالتساوي، لا صوابع مش كبيرة قوي ومش رفيعة قوي، يعني متوسطة كده، وبتكون مربعة بالشكل ده، واخدة الشكل المربع يعني في الصباع. اهي يا جماعة بالشكل ده، قريبة من بعضها بعض الشيء، يعني مش قوي بس قريبة إلى حد ما. اهو بصوا بقى انا ليه قطعت البوز بتاع البطاطس من الناحيه دي ومن الناحيه دي، علشان الصباع يبقى مربع بالشكل ده، ما يبقاش له بوز كده رفيع من فوق اهو زي ده كده. حتى هنقطعه الحته الرفيعه دي نقطعها. ليه بقى انا بعمل كده؟ علشان خاطر لما هاجي احمرها هتبصوا تلاقي البوز الرفيع اللي في الاخر دوت اتحرق، والبطاطسايه من النص لسه نيه، فهيبقى شكلها مش ظريف. علشان كده انا قطعت الجانبين من الناحيه دي ومن الناحيه دي عشان الصباع يبقى مربع بالشكل ده. ونحاول لحد ما نخلي الصوابع قريبه من بعضها. بعد كده بقى يا جماعه المرحله الجايه، هجيب حاجه فيها ميه عاديه جدا من الحنفيه، وهنزل فيها البطاطس بالشكل ده بحيث ان انا اخرج منها النشا. الخطوة دي مهمة لان احنا نخرج منها النشا كذا مرة. انا هعملها كذا مرة لحد ما هلاقي المية ديت بقت رايقة مش متعكرة كده. هشيلها بقى واحطها في البولة التانية. اهي يا جماعة شايفين المية متعكرة معانا ازاي؟ دي النشا بتنزل منها. وفي المصانع برضو بيعملوا نفس الطريقة ديت، لازما بيشيلوا النشا. وهننزل عليها بمية تاني من الحنفية، برضو مية عادية خالص. اهي يا جماعة وهنقلبها كده مع بعضها علشان النشا تنزل خالص، مش عايزينها بالشكل ده. بس كده يا جماعة. وهجيب بقى معايا المية حطيتها على النار واخدت غلوة واحدة بس، وبعدين هنزل بمعلقة من الملح في قلب المية، وهنزل بمعلقة من السكر، وهنزل بمعلقتين من الخل، معلقتين كبار كده خل. وهروح نازلة بالبطاطس بتاعتي دقيقتين اتنين بس، وهروح مطلعاها، يعني مش هسيبها حتى 5 دقايق، لا ده حتى هكون ماسكة الساعة بالظبط. بالفعل انا كنت ماسكة الساعة ودقيقتين بالدقيقة ورحت شايلاها على طول، ما سبتهاش اكتر من كده. انا ليه حطيت السكر؟ علشان السكر دوت هيبقى معايا كعامل مادة حافظة، وفي نفس الوقت هيخلي البطاطس بتاعتنا لونها ذهبي ومقرمشة. وبعدين انا طفيت عليها بقى بعد الدقيقتين، خلاص انا طفيت وجبت ميه فيها قطع من التلج متلجه، وحطيت المصفى دي جوه الميه علشان بس اما احط البطاطس واجي اشيلها تتشال بمنتهى السهوله، ما تتوهش في الميه يعني، اشيلها على طول. هروح شايلاها بقى من الميه السخنه دي على الميه الساقعه على طول بالشكل ده. يا دوبك بس تبرد اوقف عملية السوى عشان ما تكملش سوى من كتر السخونية بتاعتها.
يا دوبك هبردها وهروح شايلة المصفى على طول. اهي يا جماعة هي بردت معايا، هروح شايلاها بقى مصفياها من المية دي، وهجيب بقى صينية عليها مناديل مطبخ وهروح نازلة بالبطاطس علشان انشفها. انا مش عايزة المية ديت، عايزاها تبقى ناشفة معايا. وهحاول ان انا افردها على الصينية، مش هسيبها مكلكعة كده فوق بعضها، لا هفردها كده كويس بالشكل ده. وهجيب مناديل تاني وانشفها، هتديكي نتيجة جميلة جدا ان شاء الله. اه بالشكل ده هنشفها كويس معايا. وبعدين بقى هجيب طاسة واحط فيها زيت كتير جدا، زيت غزير يعني مش شوية صغيرين. هروح نازلة بقى بالبطاطس بتاعتي بعد ما نشفتها، يا دوبك برضو دقيقتين اتنين بس في الزيت، وهقلبها تقليبة واحدة وهروح شايلاها. انا مش عايزاها تاخد لون نهائي، يا دوبك بس هما دقيقتين برضو في الزيت الحامي دوت، زيت حامي جدا. اهو بالشكل ده انا بحاول افردها عن بعضها عشان ما تلزقش بالشكل ده. اهي يا جماعة هي هما دقيقتين اتنين بس، وهروح شايلاها طبعا على مناديل عشان تنزل الزيت اللي فيها ده. شايفين لونها يا جماعة؟ هي ما خدتش لون، هي لونها يعني مش ابيض زي الاول، لا ذهبي فاتح جدا. اهي باللون ده بيتهيألي ظهر اكتر على المناديل بالشكل ده يا جماعة. وهروح مفرداها برضو بنفس الطريقة على المناديل عشان تشرب الزيت وما تبقاش فوق بعضها عشان ما تلزقش على بعضها. وهسيبها تبرد تماما في جو المطبخ العادي، وبعد ما تبرد تماما هروح مدخلاها على الفريزر على طول تجمد. انا عايزاها تجمد تجميدة حلوة في الفريزر. هسيبها وقت طويل طبعا. وبعد ما شلتها من الفريزر اهي يا جماعة جمدت معايا بالشكل ده، وسمعنا صوتها مجمدة جدا. هروح بقى شايلاها، ولو انت بقى عايزة تفرزي منها جزء هتشيلي الجزء اللي انت هتفرزيه في اكياس كده بالشكل ده بعد ما جمدت، وهي لسه مجمدة كده تلحقي قبل ما تفك. وهتروحي حطها في كيس وخارجة الهوا ومبططاها كده وفرداها، وتروحي شايلها في الفريزر على طول بالطريقة دي. وبعدين بقى الجزء اللي اتبقى عشان نشوفه مع بعض قد ايه هي مقرمشة من بره وطرية من جوه. انا جبت زيت غزير برضو ولازم يكون سخن جدا. انا هجربه بواحدة، هسيبه يسخن اكتر من كده. اهو سخن معايا، هنزل بقى بالبطاطس المجمدة وهي لسه كتل تلج لسه مجمدة. هنزل على طول في الزيت الحامي جدا دوت، وهديها التحميرة بقى الكاملة بتاعتها. اهو يا جماعة شايفين لونها ذهبي وجميل ازاي. هي مش معنى ان هي لونها فاتح كده ان هي ما احمرتش، بالعكس ده هي واخدة لون ذهبي كده وجميل زي اللي احنا بنشتريها، ومقرمشة جدا من بره واخدة الطعم الطري من جوه. اهو يا جماعة وزي ما سمعنا صوت القرمشة على الطبق وقعدت اهز الطبق برضو علشان نسمع صوت القرمشة بتاعتها. قد ايه هي جميلة جدا وهتعجبكم، ولونها تحفة مش محروقة ولا حاجة ولا نية، هي واخدة اللون الذهبي الجميل. والكيس دوت لو انت عايزة تفرزيها هتفرزيها في الكيس عادي، ودوت الشكل التاني اللي احنا حمرناه مع بعض. واتمنى يا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.